ما تبي عاد تشوف لك درب ثاني. قال له خير خير. جاء بعدها بأسبوع أو كم جلسة المحكمة وحضر القاضي وكذا. فايش الادعاء؟ والله هذا الرجل اعطيته كرتون لحم، دخل وكلمته يقطع لي الذبيحه ويحطه في كرتون ويوديها البيت. تفاجأت انه تحرش بزوجتي. كلم السوداني هذا صحيح؟ قال له نعم صحيح، انا جيت قطعت اللحم ودخلتها لداخل، لكن والله ما تحرشت كذا. قال له لا انت غلطان وانت تحرشت. قال له ما سويت ما فعلت. قال له هذا الموجود عنده. قال له طيب يا قاضي لو سمحت اسمح لي بس 5 دقائق 4 دقائق 3 دقائق اقعد مع نفسي شويه، اجلس مع نفسي شويه وارجع لك، ممكن اعترف بذنبي وكذا. قال له ما عندك مشكله، خذ وقتك. جلس شويه ورجع. قال له ها ايش اللي عندك؟ قال له نعم صحيح انا تحرشت بهذه المراه وانا سويت وفعلت، ولكن هذا الكلام مو الان، هذا الكلام من 3 أشهر، وانا مع المراه هذه وهي اعجبت فيني وحصل بيني وبينها علاقه وكذا، والحرمه قامت. طبعا كانت الحرمه موجوده، المدعية وزوجها وثنتين حريم معهم. فقامت صاحت لا والله انه يكذب وانه ما حصل بيني وبينه شيء، وان القصة هذه اصلا ملفقة وزوجي اجبرني اني اقول هذا الكلام وكذا وكذا. قال له شوف يا شيخ هذا الكلام الصح، اللي قلته انا والله غلط، هذا الكلام الصح، انا والله العظيم مستحقاتي كلها راحت بسبب هذا الرجل ما اعطاني فلوس. فقال له طيب ايش الحل؟ قال له والله بنحكم ان شاء الله يعني بنحكم لك باذن الله وبنشوف ايش القصه. فاجى نطق الحكم انه هذا ظالمه ما اعطاه حقوقه ولفق له القصه واخذ مستحقاته كامله. ولنا في بقيه القصه انه حكم اخذ مستحقات حوالي 370 ألف، وكان بيسافر سووا له خروج نهائي وكل شيء. راح لعند الشيخ استلمت مستحقاتك كامل؟ قال له نعم. سووا له خروج نهائي. قال له تبغى شيء؟ قال له لا والله اذا كان بحقي انا مسامح والحمد لله اموري تمام. هذا فحكم القاضي ب100 ألف ريال زياده غرامه بدل تشويه سمعه للسوداني، واخذ مستحقاته ومشى وتوكل على السودان. فالظلم ظلمات يا اخوان، هذا ما استفدنا من القصه، ان الظلم ظلمات، لا تظلم احد ابدا مهما كان، ولا تستصغر يعني حتى لو ريال، حتى لو اي شيء كان امامك لا تستصغر يعني عظمه القهر اللي بتجي في العامل. فاعطوا الناس حقوقهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطي الاجير قبل ان يجف عرقه. فاعطوا الناس حقوقهم، لا تظلموا احد. واتمنى تكون القصه نالت اعجابكم، ونشوفكم في قصه جديده، واستودعكم الله في امان الله.